مكملين معاكم نصايحنا لمرضى الإكزيما الدهنية. ومن الحاجات المهمة هي الوقاية من الشمس، وده ليه؟ لأنه في بعض الحالات التعرض لأشعة الشمس بيؤدي إلى زيادة الالتهاب، فمهم إننا نختار واقي شمس يكون مناسب وخالي من الزيوت علشان نحمي نفسنا من أشعة الشمس. كمان لازم نبعد عن التوتر والضغوط النفسية لأنها من العوامل اللي بتزود من نوبات الإكزيما الدهنية. وبننصح دايما بتناول الأطعمة اللي بيكون فيها مضادات التهاب زي الأوميجا 3، ودي متوفرة في الأسماك الدهنية. مضادات الأكسدة ودي بتكون موجودة في الفواكه وفي الخضروات الملونة. نبعد عن السكريات والدهون المشبعة، ونشرب كمية مية كافية طول اليوم علشان نحافظ على رطوبة الجلد. كمان نقطة مهمة إننا لازم نتجنب الحكة لأنها ممكن تؤدي إلى زيادة الالتهاب، وكمان ممكن تؤدي إلى حدوث عدوى بكتيرية ثانوية. ونقص ضوافرنا بانتظام علشان حتى لو هرشنا بشكل لا إرادي نقلل من الضرر الناتج عن الحكة. واخيرا لازم نبقى عارفين انه الاكزيما الدهنيه دي حاله جلديه مزمنه، يعني بتروح وبتيجي، بتتطلب وجود متابعه مستمره والتزام وانتظام بالروتين العلاجي اللي هيوصفه لك الطبيب، سواء اثناء النوبات او ما بين النوبات، علشان نقدر نقلل من حده الاعراض، نقلل من فرص رجوعها، ونحسن من جودة الحياة لمريض الإكزيما الدهنية. تابعينا علشان تعرفي كل جديد. دمتن جميلات. مكملين معاكم نصايحنا لمرضى الإكزيما الدهنية. ومن الحاجات المهمة هي الوقاية من الشمس، وده ليه؟ لأنه في بعض الحالات التعرض لأشعة الشمس بيؤدي إلى زيادة الالتهاب، فمهم إننا نختار واقي شمس يكون مناسب وخالي من الزيوت علشان نحمي نفسنا من أشعة الشمس. كمان لازم نبعد عن التوتر والضغوط النفسية لأنها من العوامل اللي بتزود من نوبات الإكزيما الدهنية. وبننصح دايما بتناول الأطعمة اللي بيكون فيها مضادات التهاب زي الأوميجا 3، ودي متوفرة في الأسماك الدهنية. مضادات الأكسدة ودي بتكون موجودة في الفواكه وفي الخضروات الملونة. نبعد عن السكريات والدهون المشبعة، ونشرب كمية مية كافية طول اليوم علشان نحافظ على رطوبة الجلد. كمان نقطة مهمة إننا لازم نتجنب الحكة لأنها ممكن